اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف شويه. خليني اقول لك الفيديو بتاع النهارده ده يعتبر انا سبقت فيه الاحداث شويه. هتقولي ليه سبقت الاحداث؟ هقول لك جايين نتكلم النهارده عن مجموعه الشواطئ اللي هتكون معانا ان شاء الله في صيف 2024. نزلت فيديو عن اعمال التوسعه، ناس كتير بقى كلمتني بعد الفيديو ده وقالت لي يا ياسر يا ريت توضح معانا ايه الشواطئ اللي ان شاء الله هتكون موجودة معانا، عشان احنا بنيجي اسكندرية كل سنة عايزين نعرف الشواطئ اللي هتكون معانا ان شاء الله. خليني اقول لك في بداية الفيديو اللي قدامك ده اعمال التوسعة معانا ان شاء الله من سور المنتزه من منطقة المندرة بالتحديد، وكملت معانا لحد فندق المحروسة، نهايتها بشواطئ السرايا. في المنتصف بقى في بعض الشواطئ شغالة، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، وده اللي هيكون مؤكد معانا ان شاء الله في صيف 2024. شواطئ التوسعة دي بنتمنى انها تنتهي قبل طبعا بداية فصل الصيف، الجزئية اللي من المندرة لحد طبعا شاطئ البوريفاج. انتقلنا دلوقتي لشرق اسكندرية وبالتحديد منطقة ابو قير، عشان دي هتكون اول مناطق الشواطئ معانا. شواطئ ابو قير الشرقية، المية في ابو قير اصبحت في منتهى الجمال. لو عايز تشوف بقى حالة البحر واخر تطورات ابو قير، في فيديو موجود على القناة نزلته النهاردة لحضراتكم، موجود فيه شرح كامل لكل مناطق ابو قير بعد اعمال التطوير وكمان المشروعات اللي موجودة لسه مستمرة في ابو قير. سعر الفرد هنا كام؟ تقريبا 15 جنيه، ده متوسط اسعار التذاكر في ابو قير. وابو قير السنة دي في الصيف هتكون كمان اجمل من السنوات اللي فاتت. بدأت تنتهي أعمال الردم والتكريك، فالشواطئ بدأت تبان، وكمان حالة المية بدأت ترجع لطبيعتها. أتمنى تشرفونا في اسكندرية وبالأخص في أبو قير السنة دي، وكمان استنوا الأيام القادمة متابعة باقي الشواطئ إن شاء الله. اتحركنا لمكان تاني، وده يعتبر بقى من أهم وافضل واحدث الشواطئ اللي موجوده معانا، شاطئ البوريفاج. البوريفاج المنطقه دي موجوده فين يا جماعه؟ موجوده امام شارع 45 بالتحديد في منطقه العصافره، منطقه جديده جدا. هتقولي البوريفاج مش جديده، هقول لحضرتك لا، البوريفاج منطقه كانت موجوده عادي مفيش اي مشكله، ولكن الصيف الماضي تم اعاده تطوير وتاهيل المنطقه هنا بالكامل، وعمل توسعه اثناء انشاء النفق بتاع شارع 45. فالحمد لله المنطقة دي تم توسيعها بالكامل، وكمان تم إنشاء ممشى سياحي. سعر دخول الفرد في شواطئ البوريفاج 25 جنيه، دي الأسعار الرسمية اللي موجودة لحد الآن. ولكن هل في زيادة هتحصل في الصيف القادم؟ هقول لحضراتكم متابعين إن شاء الله. ولكن الشاطئ جميل جدا. بعض الناس بقى كانت بتقول في مشاكل وجود صخور ووجود حاجات في الشاطئ، ولكن الشاطئ شغال، الشاطئ جميل جدا. خليني أقول لك أهو، ده تصوير للشاطئ، ده كان أحدث تصوير للشاطئ معانا تالت ايام عيد الفطر الماضي. العيد لسه خالص طبعا، ما كملناش اسبوع 10 ايام، وبالتالي التصوير ده حديث. الشاطئ مجهز في حمامات، في شماسي بالشكل اللي حضراتكم شايفينها. كمان الشاطئ متقسم لاكتر من جزء، كل الاجزاء بنفس السعر. فنتمنى بقى من حضراتكم لو لسه مكملين معانا الفيديو، احنا في كل فيديوهاتنا بننزل نصلي ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعد كده بندعي لاخواتنا في فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد كده عايز اعرف منك ازاي تكون اسكندراني او من بره اسكندريه وبتحب تتابع اخبار اسكندريه ولسه ما اشتركتش عندي في القناه. فايتك كتير جدا يلي ما اشتركتش، يا ريت تشرفني بالاشتراك وما تنساش اللايك، لان ده تقدير طبعا من حضراتكم للمجهود المبذول. معانا النهارده شاطئ البوريفاج، يعتبر تاني الشواطئ اللي اتكلمنا عنها واللي مؤكد ان شاء الله وجودها معانا في صيف 2024. كده معانا شاطئ ابو قير او شواطئ ابو قير الشرقيه، ثانيا معانا شاطئ البوريفاج مؤكد، وكمان البوريفاج ده شامل شاطئ محمود سعيد، برضو كل المنطقه دي ب 25 جنيه الفرد، شامل كرسي وشمسيه. كده ده تاني الشواطئ. بالاضافه بقى كلنا منتظرين افتتاح التوسعه، لو الجزء الاول خلص من شواطئ البوريفاج لحد سور المندرة، الجزئية دي ان شاء الله نتمنى اننا نلحق او تكون معانا في صيف 2024.
كده اتكلمنا عن جزئين مهمين جدا، ودلوقتي جاء ميعادنا للانتقال لمكان تاني. داخلين على بداية منطقة سيدي بشر، عدينا شارع خالد بن الوليد، وهنلاقي كمان عدينا نادي السيارات. هنلاقي مجموعة من الشواطئ موجودة، والشواطئ دي ما زالت شغالة وما فيهاش أي مشكلة. دي شواطئ إيه؟ دي شواطئ ميرامار الأوسط. الشواطئ دي بعد شارع خالد بن الوليد، وحضرتك متجه اتجاه سيدي بشر، وهنلاقي ليها أكتر من بوابة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. التصوير ده حديث، في اقبال كبير على منطقه الشواطئ هنا. لسه بقى حاله البحر في المنطقه دي ما فيهاش استقرار، يعني هنحس بارتفاع شويه للامواج، ولكن المنطقه طبعا بتعمل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. مفيش اي مشكله في شواطئ ميرامار. شواطئ ميرامار موجوده قبل طبعا سيدي بشر بالظبط. سعر الفرد كام؟ سعر الفرد 15 جنيه، والشواطئ ليها اكتر من بوابة، مش مقتصرة على بوابة فقط لا غير، ولكن في العديد من البوابات. وكمان موجود منطقة فيها ألعاب للأطفال. سعر الفرد 15 جنيه. كل الأسعار اللي بكلمكم عنها دي الأسعار اللي فعليا شغالة معانا. هل في زيادة في الأيام القادمة؟ ده هنتابعه مع بعض إن شاء الله، وهنتابع كمان مع إدارة السياحة والمصايف في اسكندرية لو في أي تغير. كمان بقى قبل ما ننتقل لشاطئ طبعا تاني، عندنا شاطئ استانلي ما زال بيعمل، وشاطئ استانلي من أجمل الشواطئ اللي موجودة. سعر دخول الفرد فيه 25 جنيه. هننتقل بقى دلوقتي عشان ادي يا جماعه اهو شاطئ ميرامار الاوسط. الشاطئ ده مميز، فئه ال 15 جنيه سعر دخول الفرد. الهدف بقى معانا من فيديو النهارده اننا نوصل لحضراتكم ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بيشرفونا من باقي المحافظات. اهل اسكندريه ممكن يكونوا بسبب طبعا متابعتهم المستمره لمحافظتهم عارفين الشواطئ اللي شغاله والشواطئ اللي طبعا فيها مشروعات. شايفين يا جماعه منطقه العاب اهي خاصه للاطفال، كمان في مجموعه من الكافتريات موجوده جوه الشواطئ. المنطقه دي لسه اعمال التوسعه ما دخلتش عندها، التوسعه شغاله بعد كده من بعد منطقه سيدي بشر. خلينا نتحرك كده. المنطقه اهي شغاله مفيش فيها اي مشكله. شواطئ ميرامار طبعا اللي موجوده بعد شارع خالد بن الوليد وانت متجه اتجاه سيدي بشر. وخلينا نتحرك ويلا بينا نروح اتجاه شاطئ تاني. ومعادنا دلوقتي مع شاطئ من اهم بقى الشواطئ اللي موجوده في اسكندريه. سعر دخول الفرد في شواطئ سيدي بشر 15 جنيه. النهارده احد متابعينا الكرام كلمني وسالني وقال لي تقريبا في زياده في ارتفاع في سعر بعض تذاكر الشواطئ. والله ما عنديش معلومه. التصوير ده لما صورته لحضراتكم كان سعر دخول الفرد 15 جنيه. هنعرف بكرة إن شاء الله أو بعده بالكتير هل في تعديل في أسعار بعض الشواطئ. ده هنعرفه إن شاء الله بكرة أو بعده بالكتير. هقول لحضراتكم التفاصيل كاملة عن ارتفاع أسعار بعض الشواطئ. شاطئ سيدي بشر شغال وما زال طبعا يعمل، وأعمال التوسعة ما أثرتش عليه. إن شاء الله شاطئ سيدي بشر هيكون معانا في صيف 2024. بجد اللي فكر في اعمال التوسعه حاجه مهمه جدا. وكمان الفكره انك تختار بعض المناطق وتسيبها شغاله، يعني حضرتك بتقول للناس احنا شغالين ولكن مش هنقدر نمنعكم من نزول البحر ومن زياره شواطئ اسكندريه. على الرغم من وجود مشاريع كتير جدا، من اهمهم كمان مشروع حمايه الشواطئ زي المشروع اللي موجود قدامنا في وسط البحر دلوقتي في منطقه سيدي بشر. ولكن زي ما بقول لكم كل ده ما منعناش اننا يكون عندنا بعض الشواطئ ما زالت بتعمل بحالتها الكامله زي شاطئ سيدي بشر. اتمنى بقى تكون الفيديوهات بتاعتنا بتفيد حضراتكم. فيديو او نبذه سريعه عن بعض الشواطئ اللي هتكون موجوده معانا في صيف 2024. والسلام عليكم.